مصر لسه بلو اوشن بالنسبه للتكنولوجيا العقاريه، لسه عندنا حاجات كتيره قوي تتعمل. أنا كنت بس عايز في أسألك عن تشالنجز من الاسواق اللي سبقانا في التكنولوجيا العقاريه، هي السوق الاماراتي مثلا طبعا. ولكنه برضو نسبته قليله بالنسبه للعالم. العالم حجم السوق، حجم البروبتك في العالم تخطى ال$40 مليار. حلو. ده حجم الماركت على مستوى العالم. اوكي. more than 50% منه في امريكا بس. 50% في امريكا بس. في امريكا بس. طيب بالنسبه لمصر، هي يعني بتخطو خطواتها الاولى في التكنولوجيا العقاريه، يس، ولكن بص على البوزيتيف سايد في الموضوع، ان احنا ده بعتبره ان البلد هنا او مصر لسه بلو اوشن بالنسبه للتكنولوجيا العقاريه، لسه عندنا حاجات كتيره قوي تتعمل. بس في تشالنجز، في تشالنجز اولها طبعا ان ما عندناش ريجستري، ما عندناش اندكس. اوكي. فاحنا عشان يحصل enabling للبروبتك وينمو في مصر بشكل كبير جدا، فاحنا محتاجين نبذل جهد كبير جدا في توثيق المعلومه. أوكي. عشان نقدر نوصل للمعلومه بسهوله، نقدر نلاقي statistics ونلاقي اندكس ونلاقي معلومات. الحاجات دي بسهوله جدا توصل للمعلومه دي في بريطانيا، في امريكا، في الامارات. تاريخ العقار، الهيستوري بتاعه من يوم ما بتبنيه لحد اللحظه اللي انت بتدور عليه فيها، بتلاقيه موجود قدام عينيك. ده مش موجود عندنا.